مين قال إن المندي لازم يتاكل بس في المطاعم؟ النهاردة عملته في البيت بأسهل طريقة، والنتيجة لحمة بتدوب في البق دوبان. وطبعا ورا كل أكلة حكاية، تعالوا أقول لكم أصل الحكاية. هنحط شوية زيت يسخنوا كويس جدا، وبعد كده هنحمر اللحمة من الناحيتين. هنرفع اللحمة من الزيت بعد ما تتحمر، وهنحط مكانها بصل متقطع جوليان. نقلب البصل تقليبتين لحد ما يدبل، وبعد كده هنحط التوابل الصحيحة اللي هكتبها لكم في الكابشن. هنقلبها شوية لحد ما ريحتها تطلع، وبعد كده هنرجع اللحمة تاني الحلة. وما ننساش كمان نضيف مكعبين مرقة علشان يعززوا الطعم. هنحط مية على اللحمة تغطيها ونسيبها لحد ما تستوي. بعد ما اللحمة تستوي هنضيف كوبايتين رز بسمتي مغسول والتوابل المطحونة اللي هسيبها لكم برضو في الكابشن، ونزود المية على قد الرز ونقفل عليه لحد ما يستوي. ما ننساش كمان نضيف قرنين فلفل حامي، وده اللي بيدي المندي النكهة المميزة بتاعته. بعد ما الرز يتشرب هنضيف على الرز لون طعام أحمر أو أصفر، ونقفل عليه بالظبط 5 دقايق لحد ما يتشرب اللون، وكده يبقى المندي خلص. هنقدمه على صينية التقديم ونزينه بالمكسرات، وممكن نقدم كمان معاه سلطة الدقوس الخطيرة. لو الوصفة عجبتكم احفظوها عشان ترجعوا لها وقت ما تحتاجوا، وما تنسوش تشيروها مع اصحابكم علشان الكل يستفيد منها. وقولولي في التعليقات ايه اقرب عزومة عندكم هتعملوا فيها مندي اللحمة.